ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنكمل باقي قصتنا، وهتبقى الحلقة الأخيرة. هنشوف رنا وحماتها وجوزها هيعملوا ايه التلاتة مع بعض. بس قبل ما نبدأ قصتنا لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. هو طبعا مش هفكركم، اشتركوا في القناة. ويلا بينا نبدأ قصتنا. وروحت البيت وحكيت لرنا الكلام اللي اتفقت عليه انا ومحمد، لكن هي مرضيتش ابدا وصممت انها تروح البيت، وقالت لي البيت ده بيتي، انا هروح يعني هروح. وروحت ويا ريتها ما روحت. هو رجع انزل تاني عند حماتي واسمع هي بتقول ايه لبناتها. ولقيت في يوم نهى بنتها قاعده بتوشوش وبتتكلم معاها، وبعديها لقيت حماتي بتطلع فلوس من جيبها وتديها لها. قلت اسكت، انا مش هعدي الموضوع ده بالساهل. قلت اعمل ايه؟ قلت اروح لجوز نهى وقلت له: ازيك يا استاذ صلاح؟ بصراحه بقى انا جايه لك النهارده عشان في موضوع مهم. خير يا استاذه رنا، في ايه؟ بصراحة كده يا أستاذ صلاح، محمد جوزي ظروفه صعبة قوي، هو مش عارفين نعمل ايه. وطبعا هو استحالة يقول لمامته كده، أصله عنده دم وبيتكسف. وبعدين احنا الأيام دي مش عارفين نتصرف ولا نصرف على العيال ازاي، ومش عارفين نتصرف ازاي. ما تقوليش كده يا أستاذة رنا، احنا كلنا أهل. أنا هساعد حضرتك، ويا ريت ما تقوليش لمحمد أي حاجة لأنه بيتكسف مني. هو فعلا جوز نهى بقى يديني فلوس، يعني فضل الحال على ما هو عليه. نهى تاخد من حماتي وانا اخد من جوزها، وكنت عايشه مبسوطه قوي. لكن الكذب ملوش رجلين. في ايه؟ مالك يا نهى؟ صوتك قلقني في التليفون، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه اقول لك ايه يا ناديه، انا مش مصدقه لحد دلوقتي اللي انا عرفته. اهدي بس وقولي لي في ايه، مالك؟ رنا، رنا مرات اخوكي. يا ساتر يا رب، عملت ايه تاني؟ دي لسه راجعه البيت. ويا ريتها ما رجعت، ويا ريتها ما دخلت بيتنا من الاول خالص. ممكن بقى تهدي كده وتقولي فيه ايه؟ تخيلي الهانم اللي اسمها رنا رايحه لصلاح جوزي تقوله ان محمد ظروفه صعبه قوي والدنيا مزنقه معاه ومش عارفين يصرفوا على العيال ازاي. ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ رنا؟ رنا مرات اخوكي رايحه لصلاح؟ رايحه لصلاح جوزك تعمل ايه؟ ازاي؟ مش معقول. انتي متاكده من اللي بتقوليه ده؟ لا 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 لا، اكيد انتي فهمتي غلط ولا حاجه. ازاي؟ هو ايه اللي فهمته غلط؟ انا متاكده من اللي انا بقولهولك. طب بالراحه بس كده وقولي لي الكلام ده عرفتيه ازاي؟ مفيش. النهارده الصبح كنت بشتري شويه حاجات وقلت اعدي على صلاح في الشركه عشان لو خلص نروح سوا. وانا تحت الشركه قبل ما اطلع لقيت رنا نازله من الشركه وبتركب تاكسي. استغربت قوي انها جايه لصلاح في الشركه، وكنت هتجنن وافهم فيه ايه. وطلعت لصلاح وسالته وقلت له: فلاش باك، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل هنا؟ نهى، ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه اللي جابك هنا؟ في ايه؟ حظك. حظك هو اللي جابني هنا عشان اشوف كل حاجه بعينيا، محدش يقولي. تشوفي؟ تشوفي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ايه اللي جاب رنا مرات محمد هنا؟ رد عليا بسرعه، ايه اللي جابها هنا؟ رنا؟ عادي. ايه يعني لما تيجي هنا؟ ايه المشكله؟ ممكن تكون جايه تسأل على حاجه او تشتري حاجه. احنا في شركه، عادي يعني. بجد؟ على اساس ان شركتك دي ايه؟ شركه مستحضرات تجميل او مستلزمات نظافه مثلا؟ انت لسه بتكذب عليا يا صلاح. طيب اهدي بس كده وانا هحكي لك كل حاجه. فلاش باك. وراح حكيلي اللي قلتلك عليه. تخيلي البجحة رايحة تنصب على جوزي وتاخد منه فلوس، وطبعا محمد ما يعرفش حاجة خالص عشان هي أكدت على صلاح إنه ما يتكلمش بحجة إنه ما يحرجش محمد. شفتي اللي أنا فيه؟ بتنصب على جوزي، ومش بس جوزي، لأ ومحمد كمان، وخلت منظري أنا ومحمد ومنظرنا كلنا زفت قدام صلاح. ايه ده؟ انا مش مصدقه اللي بسمعه ده. وصلت بيها البجاحه وقله الادب للدرجه دي؟ مش معقول. طب ايه الحل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟
انا من ساعة ما عرفت وسبت صلاح وانا هتجنن، ومش قادرة اوريله وشي ولا حتى ارد عليه في التليفون، وبفكر الم هدومي وامشي انا والولاد. لا طبعا، اللي انتي بتقولي عليه ده مش حل. ما تسيبيش بيتك. انا مش هقدر اوري وشي تاني لصلاح. يقول ايه؟ مرات اخويا طلعت نصابة، وممكن ما يصدقش ان محمد ما يعرفش حاجة، ويفتكر انه متفق مع مراته على كده. لا لا، صلاح جوزك عارف محمد كويس وعارفنا، ومش معقول يصدق كده ابدا. مش معقول ايه بس؟ يعني هو اللي حصل ده اللي معقول وممكن حد يصدقه؟ المهم دلوقتي هنعمل معاها ايه؟ هنعمل ايه؟ هتشوفي. انا هفضحها قدام محمد وماما واحمد وكل البيت النصابة الحرامية دي. انا مش عارفة ساعتها محمد اخوكي ممكن يعمل ايه. محمد لازم يتصرف. كفاية كفاية فضايح كده، هندري عليها لحد امتى؟ وفي يوم لقيت نهى جاية البيت وبتزعق وصوتها قد كده. كلنا اتخضينا وجرينا ننزل نشوف فيه ايه. لقيتها بتقولي وبتحكي كل حاجة، إنها عرفت بالصدفة إني بروح لجوزها الشركة، ولما واجهتني وقالت لي على كل حاجة ما بقتش عارفة أعمل إيه. وهي طبعا منظرها بقى وحش قدام جوزها. وفجأة لقيت جوزي بيقول لي إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ أنت بتشحتي عليا، بتشحتي عليا من ورايا. إيه؟ أنا اخرسي، انت لسه هتردي عليا؟ انت ايه يا شيخة؟ انت منك لله، انت طالق بالتلاتة، وعيالك دول مش هتشوفيهم تاني. يا لهوي، طلقتني بالتلاتة يا محمد؟ منك لله يا نهى، منك لله. مني لله انا السبب؟ انا مش في سبب في حاجة يا حبيبتي، انت اللي بني ادمة طماعة ومريضة. ايه؟ انا اللي طماعة؟ انت اللي بني ادمة طماعة، انت اللي عايزة تاخدي فلوس امك كلها، لكن انا وعيالي لا. هو انت بتعملي لها ايه؟ احنا اللي بنخدمها وشايلينها، انت اللي بني ادمة مريضة. هو من ساعتها، هو بعد ما محمد طلقني خلاص، هعمل ايه يعني؟ رحت عند بيت امي وقعدت فيه، بس لقيت امي قرفانة برضو مني، واخواتي محدش بيعملني بعد اللي انا عملته، واتفضحت قدام الكل. وبقيت قاعدة عند امي وحيدة، ماليش حد، حتى عيالي بقيت محرومة منهم. وهي دي نهاية رنا، نهاية كل واحد أو واحدة بتطمع وبتبص لعيشة غيرها. اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته. وبكده خلصت قصتنا. استنونا في قصة جديدة. كل سنة وانتوا طيبين.